سبحان الله، أنا رددت هذا الدعاء مرتين، وفي نفس اليوم اللي كررت فيه هذا الدعاء حصلت المعجزة. عمري ما تخيلت سرعة الإجابة، عمري ما تخيلت أن الرزق يأتيني من حيث لا أحتسب. طرق الباب وإذا به يحمل الخير والبشائر. الرزاق تأتيك من حيث لا تحتسب ببركة هذا الدعاء العظيم. أنا سمعت عن هذا الدعاء من أكثر من أخت، يعني أخوات كثيرات طبقوا هذا الدعاء ورددوه وشافوا الخير. في البداية أنا ما كنت مقتنعة، شو يعني إني أردد دعاء؟ ما إحنا دائما بندعي. لكن القصص اللي سمعتها زادت يقيني بالله وشجعتني إني أردد هذا الدعاء، بما إنه أحوالي المادية جيدة، يعني أوضاعي الحمد لله مستورة، لكن حبيت إني أشوف نتيجة هذا الدعاء، ليس مجرد تجربة، أنا رددت بيقين. فطبعا القصة اللي شجعتني إني ألتزم بهذا الدعاء وأطبق وأشوف النتيجة كانت أخت بعرفها معرفة شخصية. زوجها كان عليه مبلغ من الدين، استطاع أنه يجمع نص المبلغ والنص الثاني اتعسرت الأمور وما قدر يجمع هذا المبلغ. طبعا هو معطي موعد لصاحب الدين، فبتحكي زوجي 3 أيام منام الليل وما كان لا يأكل ولا يشرب في البيت. فأنا حزنت على زوجي. بتحكي هاي الأخت قررت أني أردد هذا الدعاء بنية أنه ربنا يفرج همنا، فكمان هي بتعرف فضل هذا الدعاء، وبدأت تردد هذا الدعاء من بعد صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، يعني دخلت على الساعة 2 وهي بتردد هذا الدعاء. بتحكي أول مرة أسهر لهذا الوقت، يعني دائما الساعة 11 أو الساعة 12 بكون نايمة. فسبحان الله ربي خلاني أستيقظ بهذا الوقت، أكون مستيقظة. فقمت وصليت 2 ركعتين بنية قضاء الحاجة. يا جماعة هاي الصلاة إلها تأثير على حياة كل إنسان، سواء كان مهموم، سواء كان عنده حاجة أو عنده طلب، يعني راح تشوف الإجابة في الحال بإذن الله تعالى. فبتحكي صليت هاي 2 ركعتين وبدأت أردد هذا الدعاء. فبتحكي ما طلع النهار وصليت صلاة الضحى ودخلنا على الساعة 10 وإلا بأخي يتصل علينا، وبهذا اليوم كان زوجي خارج البيت، فاتصل عليه وما رد على تليفون أخوي، وأنا كمان اتصلت عليه وما رد علي. بهاي اللحظة أرسلت لزوجي مسج إنه ضروري إنك ترد على أخوي، وفعلا هو بهذا الوقت رد على أخوي. فكانت المعجزة التي أذهلتنا، شخص ما بنعرف من هو اتصل على أخي وأعطاه أمانة وحكى له هاي الأمانة لفلان الفلاني اللي هو زوجي. والمعجزة العظيمة جدا اللي الكل استعجب منها إنه المبلغ اللي إحنا محتاجينه نفس المبلغ اللي كان موجود في الظرف. سألنا أخوي وحلفناه وألحينا عليه مين الشخص اللي أعطاك هذا المبلغ، فحكى لنا أنا عاهدت هذا الشخص وأقسمت له بالله إني ما أحكي اسمه بناء على طلبه. فهاي كانت أعظم معجزة حصلت في حياتي ببركة هذا الدعاء. الأخت اللي سمعت هاي القصة قررت إنها تطبق تشوف شو ربي بده يعطيها، يعني متأملة في الله الخير والرزق الوفير. بتحكي التزمت بهذا الدعاء 3 أيام. بعد ما انتهيت من هذه الأيام ال3 اللي كنت مقرر إني ألتزم فيها بهذا الدعاء ليل ونهار، دخلنا على اليوم الرابع وإذا بشاحنة أمام بيتي. يا ترى شو فيها هاي الشاحنة؟ أنا شفت السيارة أو الشاحنة من بلكونة البيت، ما توقعت إنها تكون إلنا، توقعت إنها لأحد الجيران أو إنه شخص نقل للعيش في هاي البناية اللي إحنا عايشين فيها. بتفاجأ إن زوجي راح فتح الباب وإذا به شخص معه إلنا خير، هدية من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الدعاء. زوجي من غير ما أطلب ومن غير ما أسأله كان نفسي بشوية أغراض، وإلي سنة بحاول إني أطلبها، لكن ظروفنا يعني كانت صعب شوي بهاي الفترة إنه يأمن لي هاي الأغراض.
ففتحنا الباب وكانت المفاجأة أجهزة كهربائية اللي كنت بتمناها من سنة، كل ما يلزم البيت، يعني جددت الأجهزة الكهربائية بدون ما أطلب، ببركة هذا الدعاء العظيم. فرحت بالدعوة أكثر ما فرحت بالأغراض اللي وصلوني، فحكيت هاي بركة الدعوة اللي دعيتها. سبحان الله، هاي الدعوة فعلا إنها للرزق. قررت إني ألتزم فيها في فترة عيد الفطر، يعني بآخر رمضان، بنية أمر معين. كنت بحاجة لشيء كمان كنت متمنيته، لكن كنت خجلانة أطلب هذا الشيء. وسبحان الله، بعد ترديدي لهذا الدعاء وصلني الشيء اللي بتمناه بعد 3 أيام. كنت حابة إني أطلع مع زوجي رحلة، وهي الرحلة صعب جدا إنه زوجي يطلعها معي بالوقت الحالي بسبب ظروف العمل. بتفاجأ إنه حجز وحضر الجوازات وحضر تذاكر السفر وفاجأني فيهم. والجميل في الأمر إنه كان وعدني بخاتم ذهب، وسبحان الله بمناسبة زواجنا ما استطاع إنه يلبي لي هذا الطلب. بعد ترديدي لهذا الدعاء فاجأني بتذاكر السفر والخاتم اللي طلبته. هاي مواقفي مع هذا الدعاء العظيم. بعرف الكل متشوق يعرف شو هو الدعاء، شو هذا الدعاء العظيم اللي بيأتيك الرزق بعده مباشرة. الدعاء هو: اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ لحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. رددته بدون عدد معين، يعني أكثرت، التزمت فيه أيام، أكثر شيء 3 أيام، شفت النتيجة بعدها مباشرة. يمكن الكل يستعجب يحكي لي إنه هاي الأمور أي زوج بإمكانه إنه يأمنها لزوجته. لا، إحنا ظروفنا ما بتسمح إنه بالوقت الحالي نأمن هذا الشيء. صحيح أحوالنا المادية جيدة ومش بحاجة حدا، يعني سترين حالنا، لكن إحنا اشترينا البيت، وهذا البيت كلفنا مبلغ كبير.